بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من رياكت مع هشام. النهارده عندنا 3 اخبار هنتكلم عليهم. اول خبر: صفقه لاعب اجنبي محتمله للنادي الاهلي. تاني حاجه هنتكلم على هاري ميدو، بس دي مش هنقف عندها كتير. الحاجه المهمه والاهم بالنسبه ليكو وليا طبعا كاهلاويه هي النهارده الرابطه اعلنت عن جدول مؤجلات 4 مؤجلات بس من ماتشات النادي الاهلي. وكمان انا هقول لكم على منظر جدول مباريات الاهلي الفتره اللي جايه دي كلها ان شاء الله لحد الاسبوع ال 32. هنبتدي مع بعض، بس قبل ما نبدا في اي حاجه ما تنساش لو مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس، ولو عجبك المحتوى لايك بقى وكومنت جميل. نبتدي يلا مع بعض. اول حاجة هنتكلم على صفقة محتملة للنادي الاهلي، كلها مجرد كلام، مفيش حاجة رسمية. هو لعيب بيلعب في نادي اتحاد العاصمة الجزائري اسمه زين بالعيد. هو عنده 24 سنة، والنادي قال يعني اللي هو يقدر يفرط في اللاعب بتاعه. هو مركزه مدافع، واحرز 4 اهداف وصنع 3 مع انه مهاجم. طبعا احنا عندنا كده كده لعيبه كتير مدافعين يعني بيجيبوا يسجلوا اهداف زي محمد عبد المنعم. بس في فريق تاني داخل في الصفقه دي، نادي فلوتسبورج الفرنسي. بس في كلام ان لجنه الكوره في النادي الاهلي رافضه الكلام ده، مع ان مارسيل كولر هو اللي كان عايز مدافع اجنبي. بس لجنه الكوره مش موافقه على الكلام ده. بس لحد دلوقتي كل الكلام ده مجرد كلام. والنقطه التانية هنتكلم على هاري الكابتن ميدو. الكابتن ميدو بسم الله ما شاء الله عليه فطن من يومه. حال كل الزملكاويه او البيجات الزملكاويه، مش كل الزملكاويه، لان فيهم ناس كتير بتفهم وناس محترمه، والمفروض اللي هو يكون انسان بيفهم وانسان محترم. بس البي جاي يقارن بقى ايه؟ الباشا ميدو يقول لك في خلال ال5 سنين اللي فاتوا نادي الزمالك انفق 500 مش عارف وكام. قاعد يقول لك ما تراجعش ورايا الارقام. انفق اكتر من 500 مليون جنيه على صفقات لعيبه، وقدر يحصد في ال5 سنين دول على 8 القاب. والاهلي في حين ان الاهلي في خلال ال5 سنين دول انفق 900 وشويه مليون وقدر يحصد 11 لقب. هو لسه الدوري ده ما خلصش والكاس ما خلصش وافريقيا ما خلصتش، بس يعني ايه، هنشوف برضو ان النسبه قريبه. ميدو ميدو ال8 القاب بتوع الزمالك ايه؟ مفهومش الا بطولتين قاريه: كاس الاتحاد الافريقي اللي هي الكونفدراليه، والسوبر الافريقي. 2 من 8 و6 محلي. الاهلي لو جيت لل11 بتوعه هتلاقيهم 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر. ده غير انه صعد النهائي 6 مرات في اخر 7 سنين. ميدو بطل هري وما تخلينيش اقول اكتر من كده، وانا مش هقف عند نقطتك كتير لانك دماغك انت سطحي. انت سطحي على رأي واحد زميلي كده، واحد حبيبي قوي، قال لي الزملكاويه دول سطحيين، مش كلهم برضو، عشان ايه؟ احتراما لبعض الزملكاويه اللي بيفهموا. اخر حاجه: رابطه الانديه اعلنت النهارده عن الاعلان عن ميعاد مواعيد لل4 مؤجلات من ماتشات الاهلي، والماتش المؤجل بتاع دور ال 32 في الكاس مع منتخب السويس. ال4 مؤجلات كانت، هستعين بالورقه بقى، أنا مش هقعد احفظ ده كله. الجوله ال 16 مع حرس الحدود عملوها يوم 22/6. الجولة 24 عملوها يوم 2/7 مع فيوتشر. الجولة 18 يوم 5/7 مع الإسماعيلي. الجولة 21 عملوها 8/7 مع الاتحاد. و مع منتخب السويس في الدور ال 32 من كاس مصر عملوها يوم 25/6. بص يعني انا قلت لك المواعيد، طبعا انت كل واحد نسي طبعا كده. فانا بقى جايب لكم الجدول بقى ايه من اول مباراة بكرة دي اللي مع انبي. الاهلي هيلاعب انبي يوم 23 اللي هو بكرة، يوم 26 طلائع الجيش، يوم 29 سيراميكا،
يوم 4/6 مع الوداد ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. يوم 11 العودة، بعد كده توقف دولي، من يوم 11 توقف دولي. يوم 14 مباراة مصر وغينيا، فيها لعيبة الأهلي عشان محدش يقول الأهلي هيريح الفترة دي كلها. خلصنا المباراة ورجعنا. المباراة يوم 14/6 هنبتدي على طول بمباراة مؤجلة مع حرس الحدود يوم 22/6. طبعا دول من ضمن الأربعة اللي أنا قلتهم في الأول، بس أنا برتب لكم المواعيد. يوم 22/6 مباراة حرس الحدود. يوم 25/6 مباراة منتخب السويس في دور ال 32 للكاس. وعندك يوم 29/6 مع البنك الأهلي في الأسبوع بقى ال 32. وبعد كده نرجع الجولة ال 16 يوم 22/6 مع حرس الحدود. الجولة ال 24 2/7 مع فيوتشر. الجولة ال 18 يوم 5/7 مع الإسماعيلي. والجولة ال 21 يوم 8/7 مع الاتحاد. انتوا حضراتكم واخدين بالكم كم المباريات اللي الاهلي هيلعبها في شهر؟ لا لا لا، ده اللعيبه هتستوي. لازم 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 تدوير، لازم تدوير يا مستر مانويل. مستر مانويل مين؟ يا مستر كولر. لازم 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 تدور اللعيبه، لازم. ما فيش كلام على الجدول اللي قدامي ده. نص لعيبتك هتتصاب لو فضلت مثبت تشكيل. فاتمنى اللي هو يعني يكون على درايه بالكلام ده، اللي هو عارف اللي هو داخل على ايه. وان شاء الله باذن الله نبتدي الماتش بكره، سلسله ان شاء الله لا هزيمه في الدوري، ونكسب الثلاث ماتشات بتوع الدوري دول الاول قبل ما نخش على نهائي افريقيا باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله تبقى ال11 ان شاء الله. ادعوا معايا وبالتوفيق للنادي الاهلي، واتمنى ان انا اكون النهارده وفيت وما تهتوش مني في الارقام، لان انا قلت مباريات كتير قوي للاهلي. ولو مش مشترك في القناه اذكرك اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت. يلا، سلام عليكم.